السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل جلاش باللبن. يلا نشوف وصفتنا. ده كيلو من اللبن. بسم الله. هحط عليه كوباية من السكر الابيض وكيس من الفانيليا. خلاص كده بعد ما قلبت اللبن كويس هسيبه يبرد. السكر حسب الرغبه، يعني حسب ما انت عايزه. انا حطيت كوبايه على لفتين جلاش، وهنا سيحت كوبايه كبيره من السمنه بنفس كوبايه السكر. المكسرات اللي موجوده عندك يعني حسب اللي موجود، ولو مفيش مكسرات مفيش مشكله، ممكن تحطي سوداني وجوز الهند، وفي ناس كتير بتعملها من غير مكسرات. نجيب لفتين الجلاش، عشان هما لفتين من الجلاش هعمل حافظ صاج كبير. هدهنه سمنه ودهنه كويس. هاخد لفه كبيره من الجلاش وهرصها في الصاج. كده احنا حطينا لفه جلاش من غير ما نحط لها اي دهون، يعني نص كيلو من الجلاش. هجيب السمنه او الزبده المتوفر عندك، وهبتدي ان انا ادهنها كويس. هنحط المكسرات. هطحن بقيه المكسرات في الكبه. لما نفرمهم نخلي فيهم حبيبات زي كده. بسم الله. خلاص كده بعد ما حطيت لفه الجلاش الثانيه هقطعها. خلاص كده اهي استوت، قعدت 20 دقيقه في الفرن ما شاء الله. شايفين جميله ازاي؟ بسم الله. سقيها بقى اللبن وهو بارد. خدي حاجه اتعملت بتاعنا. خلاص ما شاء الله كده ما خليناش الا حاجه بسيطه. واخر حاجه هنحطها بقيه السمن. وشغلت الفرن على درجه حراره 180. هتقعد حوالي 20 دقيقه. اول ما تطلع هنسقيها باللبن، وبشغل عليها الشوايه 5 دقايق. طعمها حلو قوي يا جماعه، جربوها. انزلي اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.